في ناس كتير قوي هتستغرب الطريقه دي، فشار بالشوكولاته طول عمري باكلها، فانا هوريكم بقى الطريقه. بجد ادمان، وانا بسيح الشوكولاته الكاتل اتكسر. اول حاجه هنعملها بقى نسيح الشوكولاته خالص وابعدوها عن النار، سيحوها في ميه، والفشار ما يبقاش فشار غير لما يتعمل بالزبده. جربوا وادعوا لي وما تعملوش بزيت خالص. والفشار ابتدى يضرب، بس كل حاجه بقت جاهزه. بصوا قوام الشوكولاته، فيلا بينا بقى نحط الفشار ده كله على الشوكولاته، وطبعا نقلب كل ده على بعض. واستاذ حشوره بيتفرج عليا مستني يخطف مني الفشار، وحصل بيخطف مني الفشار ويجري. طبعا الشوكولاته كانت كتير قوي، قلت ازود فشار ونمكسهم بقى مع بعض. بجد انا عايز اقول لكم ان دي اكتر حاجه بحبها في حياتي، الفشار بالشوكولاته. انا مش عارف اوصف لكم الطعم الصراحه، بس هو بالنسبه لي هرمون السعاده. وفي بقى حركه انا نسيتها صحيح، ان انا بحط عليه ملح. الملح بقى مع الحاجه المسكره بتدي تعادل مش طبيعي. بجد لازم تجربوه على ضمانتي. حشوره بيه لازم يتحشر معايا. بحب اضايقه، انا بحس ان انا بتعامل مع انسان. خد يا بيك. لا صعب عليا، لازم اكله.